السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونصلي على الحبيب عشان قلوبنا تطيب. النهارده كده معانا محشي. ما كانش في الحسبان خالص ان احنا نعمل غدا محشي بصراحة، بس انا كنت في السوق فلقيت المحشي الصغير ده. انا مش قادرة اقولك هو صغير قد ايه، وبصي انا اصلا بمسكه اهو في ايدي علشان خاطر اوريكي ان هو قد ايه صغير. هو دي حاجة يعني اتعودنا عليها من زمان. عمتي الله يبارك لها يا رب ويديها الصحة ويخليها لينا يا رب. كانت دايما لما نروح السوق ولا حاجة نيجي نعمل محشي، يلا اقعدوا جنبي كده ننقي الصغير ده يا عمتي، ده يصغير ويعل ويشل. قالت لا، هو احنا ما بناكلش غير ده. فهي تقريبا هي عادة فينا كده من زمان، او اتعودنا عليها خلاص ان احنا نجيب الصغير ده. بصراحة بيبقى حلو برضو في السفرة، بيبقى حلو في العزايم، بيبقى شكله كده حلو وظريف. بدل ما الواحد بقى يمسك صباع كده ويقعد يقطم فيه، لا هو انت بتحطيه ببقك كده على طول، هو بيتاكل يعني الصباع بصباعه كده على طول. بص انا عايزه اوريكي برضو الفلفل اللي انا بمسكه في ايدي ان هو قد ايه صغير، والكوسه صغننه خالص. فده كان 2 كيلو 2 كيلو بتنجان، ونص كوسه ونص فلفل. وكان صغير قوي قوي. احنا كلنا كده على فكره، العيله كلها تقريبا كلها بتجيب البتنجان والصغير ده. لاني برضو امي الله يرحمها كانت برضو لما تيجي تروح تجيب لستي وتجيب لعمتي وكده، كانت تنقي الصغير، فكانت برضو تنقي لينا صغير. فخلاص احنا خدنا على كده بقى من زمان. فبصراحه اما لقيته لقطه فرصه كده ان انا الاقيه، ورحت جايباه. وبصراحه مش انا اللي مقوراه برضو، يعني انا عقبال ما لفيت السوق ومش عارف ايه، كانت الخضريه بتبقى قاعده بت بتقول لِك سيبيه ومش عارف إيه، باخد على الكيلو تقريبًا بتاخد 2، 3 جنيه. فمش مهم، عقبال ما بتلمي حاجتِك من السوق وتجيبي طلبات بيتِك ومش عارف إيه، بارجع لها بصراحة باكون قورته. أنا هنا كنت عملت التخديعة، وهاقول لِك هنعمل إيه. إحنا هنعمل واحدة واحدة دلوقتي، هاوريكِ إن إحنا هنعملها إزاي. باعملها بطريقة حلوة أوي، وطريقة كده هتعجبِك أوي. تعالي أقول لِك هنعمل إيه. طبعًا مقطعة بصلتين كبار، كبار كده حلوين، وباحط زيت بتاع ربع كوباية زيت، وباحط برضه معلقة سمنة. معلقة السمنة بتفرق جدًا يا جماعة والله في الأكل. عندِك بقى سمنة بلدي، سمنة هولندي، أيًا كان السمنة، بس هي برضه إيه بتدّي نَفَس برضه كده حلو. أنا هنا كنت حطيت الزيت وحطيت السمنة وهنسيبها بقى إيه تتكتك كده مع نفسها. حضّرت المكونات بتاعة المحشي، قُلت هاحطها لِك كده قدّام عينينا يعني كده عشان إيه ما انساش حاجة، ويبقى واحدة واحدة برضه وأنا باحط. دي كزبرة ناشفة. هاحط كزبرة ناشفة ليه؟ علشان خاطر هاحط فصين 2 توم بس. حاجة كده تعلّي التيست. أنا أهو بُصّي حطيت هنا، بُصّي التوم قد إيه، حاجة بسيطة أوي. أنتِ مجرد ما بتحطي التوم أصلًا بيدّيكِ ريحة وتيست كده، وطعم المحشي. طعم المحشي بجد بيفرق. مش هنكتر توم، ما تكتريش توم. هي حاجة بسيطة. أنا دول 2 كيلو بتنجان على نص فلفل على نص كوسة، فالموضوع بسيط أوي. وبجيب قرنين كده رومي، ده مش حراق، ده عادي ممكن تحطيه حراق لو انت اللي بتحبي الشطة. دول بحب اقطعهم كده مع البصلايه، اول ما احس ان البصلايه دبلت وبتاخد لون صفار كده حلو، لازم اقطع قرنين رومي كده في قلب الخلطه. بجد برضو من الحاجات اللي بتودي الخلطة في حتة تانية وتعلي التيست كده معاكي. حطيت حبة كزبرة علشان حطيت طبعا توم يعني لازم نحط كزبرة. حط فلفل اسود، حط 7 بهارات، حط بهارات محشي، هحط حبة كمون، هحط ملح. ايه تاني بس؟ يعني هو زي ما قلت لك 7 بهارات، وبهارات المحشي كمون وفلفل، وحبة كزبرة عشان خاطر حبة معلقتين يعني فصين التوم اللي احنا حطيناهم. وظبطي ملحك. هي الملح يعني إيه، هتحاولي تضبّطيه طبعًا بعد أمّا تغسلي الرز والتخديعة والحاجات دي كلّها هتحاولي تضبّطيها، بس إحنا هنحط برضه ملح. وهاحط كيسين صلصة بحيث برضه إن تبقى الخلطة بتاعتي محمرة كده، بيبقى مديّة لون حلو. وأنا عايزة أقول لِك حاجة، أنا حطيت البهارات دي وكنت ضاربة الطماطم على طول، بحيث إن أنا برضه البهارات دي ما ينفعش تتحط على النار كتير. أنا هنا هدّيت النار، وما تحط أول ما تحطي البهارات دي على البصلة هدّي النار، وما تخلّيهاش كتير علشان ما تمرّرش. تكوني محضّرة الصلصة بتاعتِك بحيث إن أنتِ هترميها على طول. يعني البهارات دي مش هتاخد دقيقة على النار، كل ده ما خدش معايا أقل من دقيقة كمان، وكنت حطيت الطماطم عشان البهارات بتاعتي ما تمرّرش. وهنا برضه هاضبّط الملح بتاعي، بس إيه، في الآخر برضه هنضبّطه. يعني أنا حطيت ملح كده يعني إيه وَيَم، بحيث عقبال ما أغسل الخضرة وأغسل الرز ومش عارف إيه. هنا كنت سِبتها بقى تتكتك كده مع نفسها وكان خلاص. طبعًا في ورق لورا وبتاع، أنتِ لمّا بتيجي بتحطّي الخلطة بتروحي إيه، شايلة الورق لورا. أنا هنا ده معايا نُص كيلو لحمة. دي باقول لِك إن هي اللحمة حمرا يعني، فدي عضماية، حتّة عضماية كبيرة كده فيها حتّة دهنة، علشان خاطر إيه، علشان خاطر تعمل لي الشوربة. أنا دايمًا باحب أشوّح اللحمة. أنا عملتها معاكم كذا كذا مرّة، بس قُلت يعني إيه، محشي يعني برضه عشان خاطر الشوربة ونسقي بيها المحشي. باحط طبعًا برضه بهارات، باحط فلفل أسمر، باحط كمون، باحط بصلاية.
باحط ورق غار، باحط حبهان، يعني الحاجات الموجودة. وأنتِ ممكن تحطي بدل الفلفل الأسود بدل ما يبقى مطحون ممكن تحطيه حَب لو أنتِ عندِك حَب. أنا بصراحة كان عندي حَب بس نسيت خالص إن أنا أحط الحَب، فحطيت عادي المطحون. وباحب أشوّحها كده، أحب أطلّع ريحة اللحمة وأطلّع ريحة التوابل وريحة السمنة كده، يبقى إيه كُلّه واخد من الريحة والطعم يعني. يبقى كله خد من الريحة والطعم. طبعًا أنتِ معاكِ بقى مَيّة بتغليها على جنب بحيث إيه، إن برضه عشان خاطر ما توقّفيش سواها. أنا حطيت بصراحة الكاتل بس إيه ما لحقش يغلي، بس إيه المَيّة يا دوبك سخنت برضه. وهنا حطيت الحبّهان، وبرضه باقعد أشوّح فيها. هو بصراحة الجزار بيقطّع لنا الحتّة كبيرة، بس أنا بامسك الحتّة أقسمها 2، أقول مش مهم يعني بدل ما نمنعها خالص لأ، بس كل واحد ياخد حتّة حتّى لو كانت صغيّرة. هنا كنت حطيت طبعًا المَيّة بتاعتها، أنا قُلت لِك إن هي ما لحقتش تغلي بس إيه حطيتها. هنا طبعًا كنت بقى ابتديت إن أنا بقى باحشي. بُصّي أنا مش قادرة أقول لِك هو صغير قد إيه وعسل قد إيه وحاجة كده صغنونة خالص، بجد والله العظيم كان حلو أوي. جرّبي المحشي الصغير ده. بس لو الوليه هتقوّره لِك زي ما قُلت لِك قوّرته لي بصراحة فمش هياخد معاكِ حاجة، يا دوبك أنتِ هتعبّي بس. وهنا كنت عبّيت بقى الفلفل والكوسة وخلاص خلّصت إيه، المحشي تمامًا. اعملي الخلطة اللي أنا باقول لِك عليها دي بجد، بجد، بجد هتفرق أوي في طعم المحشي، وهتحسّي إن أنتِ المحشي كده متغيّر. هنا برضه عملت جنبها الملوخية، وطبعًا باحط برضه قرنين فلفل للملوخية، بيدّوها طعم كده. أنا عملتها كذا مرّة معاكم قبل كده، خُشّي كده على الصفحة عندي هتلاقيني عاملاها وهتلاقي الطريقة يعني بالتفاصيل. هنا كان الأكل خلص بقى وسوينا ولمّا بنيجي بنسقي المحشي بنسقيه لغاية ما توصلي عند الكوسة، بس إنما ما بنغطّيش المحشي. طبعًا اللحمة كانت استوت والبتنجان استوى والكوسة استوت وبقت طعمها حلو والفلفل والملوخية خلصت كُلّه بقى تمام. ما تنسوش اللايك والشير، ربنا يسعد قلوبكم يا رب ويجبر بخاطركم جميعًا. شكرًا.